السلام عليكم. قاعد بنشر عبي هوا انفخ هوا الكفرات. احد الاخوه من الدول الشقيقه قاعد يكلم مع حق بنشري: يا عمي قاسم، ما قريتش الصحف الامريكيه بتقول ايه؟ قال له: يا ولدي انا يلا اقرا الوستب، يلا افهم في الوستب. قال له: يا عمي قاسم انت فاتك بقى، الدنيا مقلوبه في امريكا. بيقول لك واحد سعودي حيبني جامع لبنت ترامب باسمها بنت الغاليه ترامب، لعل وعسى ربنا يدخلها الجنه بالعمل الصالح. ايه رايك انت بقى بالكلام ده؟ كيف يا ولدي؟ كيف هذه كافره، بنت كافر وبنت كافره، كيف تخش الجنه وهي كافره؟ ما تشهد بان لا اله الا الله. قعدت اطالع كده واقول: اسمع يا جاره، نطل لي هذا حق الدول الشقيقه. الا حضرتك من السعوديه يا باشا؟ قلت له: يا شو هذا يا زلمه، شو هالحكي يا زلمه؟ انا ماني سعودي، انا بحاول اكون سعودي، عم بلبس غطره. قال: كسفتونا يا مفجوعين يا مفشوخين. طلع عم قاسم قال لك: يا لكن انا سمعت واحد شفته في الوستب يشتي يخطب من الملك بنت ترامب. كيف يخطب من الملك بنت ترامب وهي ما هي بنته؟ كيف يخطبها؟ كيف وهي ما هي بنته؟ كيف؟ قلت له: عمي بالله عليك ارحم امك، انفخ لي كفر، انفخ لي. انتوا الجيوب اللي انتوا كلها سميتوها ليلى علوي ومونيكا لوينسكي. قال: لا احنا ركبنا الجيوب، احنا ركبناها، ما خطبنا بنات الكفار. ما ايش فيكم؟ ابغى افهم انا ايش فيكم؟ عمركم في حياتكم ما شفتوا حرمه؟ يا اخي لو جتك واحده تزورك في بيتها اهلها، يعني جايه هي واهلها عندك، تحترمهم. عشان كافره يعني انتوا حللتوها؟ قلتوا كده بينكم بنفسكم كافره حلال، اتغزل واتمسح وطلع قصيده وطلع شيله وبدري. يا جماعه عيب عليكم، فشلتونا في كل مكان، والله عيب. فين النخبه المحترمه النظيفه من الشعب السعودي؟ انتوا قاعدين تشوهوها بكلامكم وسخ، لانه دائما القاذورات هي اللي تطلع على السقف، لما تغلي حاجه معفنه وسخه الوسخه تطلع فوق. كسفتوه. حكومه في السعوديه مستضيفه رئيس الولايات المتحده الامريكيه لسياسات والمصالح خاصه بيهم، عشان المنطقه وعشاننا احنا، وعشان يقضوا على الارهاب والمد الصفوي وحاجات كبيره فوق طاقتكم انتم ما تفهموا فيها. بدل ما تشكروا الملك سلمان، بدل ما تقعدوا تمدحوا في بنات السعوديه العفيفات الطاهرات المحترمات اللي رفعوا راسكم في الابتعاث في دول امريكا، اللي ببراءة اختراع وثقافه ودكتوراه واشياء تشرف بلدكم، بدل ما تفرحوا بيها قاعد تعاكس لي وتغزل لي في واحده امها كانت تطلع في مجلات، ما ابغى اقول. بعدين انت صاحي يوم تفكر تبني مسجد باسم واحده كافره ما هي مسلمه؟ صاحي انت اهبل تقول هذه ممكن تدخلها الجنه عمل صالح؟ سوي مسجد باسم امك ما سويت لها مسجد باسمها. اهبل انت داخل لي في خلا حمامات تقول لي ببني مسجد؟ صح انت مرجوج وفرحان باسمك؟ ولا الثاني يخطبها من الملك والثالث يطلع فيها قصيده؟ على ذي الوجوه الهبله اللي ما عندها تفكير. فشلتونا، الله يفشلكم. عم قاسم وعزت صاروا يتريقوا علينا ويطقطقوا علينا.